وصفة الجمبري اللي كلكم طلبتوها. تعالوا نعمل بقى شوية جمبري بالخلطة كده، حاجة كده خطيرة تحفة، مفيش أحلى من كده. احنا أهم حاجة نحضر الصينية، أي حاجة عندكم في التلاجة قطعوها، بس أهم حاجة يعني كده الأساسيات البصل. أول حاجة أساسية عندي كمان الفلفل الرومي، لو عندكم فلفل ألوان يا سلام، يديكوا شوية حاجات حلوة كده. وكمان الطماطم. دول التلات مكونات الأساسيين معايا مع التوم. اي حاجة تانية عندكم بقى حابين تزودوها، شوية ذرة، شوية فلفل الوان، شوية مشروم لو موجودين عندكم مش هيقولوا لا، وهتبقى حلوة قوي. خلاص قطعناهم. شوية زبدة كده على شوية سمنة على النار يسيحوا، وننزل بالخليط مع الثوم المهروس. ونبدأ بقى نقلب كله على بعضه لحد ما الخضار بتاعي يدبل كده شوية. وننزل عليهم بملح وكمون، مش عايزة اكتر من كده توابل، ملح وكمون فقط. الزبدة مع السمنة مع البصل والثوم والتوابل دي كلها بتدي طعم وريحة خطيرة. اول ما الخضار بتاعي يدبل كده هنزل عليه بالجمبري على طول، بعد طبعا ما اكون نضفته. انا بشيل الراس وبشيل الظهر، بحبه كده، بحسه ما فيهوش زفاره خالص. نقلبه كده على النار، الجمبري ما بيقعدش 10 دقايق ويتقلب وينزل في صينيه التقديم، حاجه كده تحفه بألف هنا.